رجال في الشمس لغسان كنفاني. كانت الشمس عم تشوي الصحراء، والريح عم تمسح آثار الناس اللي مروا قبلن، كأنها ما بدها تترك أثر شاهد على وجع. هناك بثلاث زوايا مختلفة من بلاد العرب كان في ثلاث رجال، كل واحد فيهم حامل وجع بلده وهمه وحلم بسيط بالحياة. أبو قيس شيخ كبير عاش عمره على الأرض اللي انسرقت، بيحط إيده على التراب اليابس وبقول: يا الله، حتى الأرض عطشانة. قلبه مو بس عطشان للمي، عطشان لشي يرجعله الإحساس بالكرامة. أسعد شاب هارب من الحرب، من الحدود، من الخوف، شايف الناس تموت حواليه وهو مصر يكمل. بيقول: بدنا نعيش، ما أكتر، بس نعيش مثل البشر. ومروان أصغرهم ترك أمه وأخواته الصغار وقال: إذا ما اشتغلت بيموتوا من الجوع. راح يدور على شغل، على فرصة، وعلى خلاص. اجتمعوا بالصدفة، جمعتهم الحاجة وجمعهم طريق للكويت. وهناك بيقابلوا أبو الخيزران، سائق شاحنة، بيقولهم: رح أوصلكم، بس لازم تتخبوا بالخزان، بس شوي، 5 دقايق. 5 دقايق، بس الصحراء ما بترحم. الشمس كانت تضرب بالحديد، والهوا جوا الخزان اختفى شوي شوي، والرجال 3 ساكتين، ما في صوت، ما في صرخة، ما في حتى طرقة صغيرة على الجدار. لما وصل أبو الخيزران فتح الخزان، وكان الصمت هو الجواب. 3 جثث نايمة كأنها ارتاحت أخيرا. وقف يصرخ بكل جنون الدنيا: ليش ما دقيتوا جدران الخزان؟ صوته طار مع الريح، ضاع بين رمال الصحراء، وما حدا رد عليه. هاي مو بس قصة عن 3 رجال ماتوا عطش، هاي قصة عن ناس صدقت إنه الخلاص بالسكوت، عن أرواح انخنقت لأنها خافت تتصرخ. رجال في الشمس رواية ما بتحكي عن الموت، بتحكي عن السكوت يلي بيجيب الموت، وعن خزان الحديد يلي كل واحد فينا يمكن لسه عايش جواته وناطر حدا يدق جدرانه. ليش ما دقيتوا على جدران الخزان؟ يمكن نحن كلياتنا صرنا شوي شوي من رجال في الشمس، منسكت كتير ومنخاف أكتر، منركض ورا لقمة، ورا أمان، ورا وهم اسمه خلاص. بس الحقيقة نحن مو عايشين، نحن محشورين جوا خزان،